تنسيق دخول مدارس التمريض العسكري 2023 و 2024. وحتى الآن لم تقوم وزارة بالكشف عن مؤشرات الأولية لقبول في مدارس التمريض العسكري، وتلك المؤشرات المنتشرة على مواقع التواصل لم تكون معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتعمل الوزارة على الكشف عن المؤشرات بالأيام القادمة لجميع المحافظات بالجمهورية. يعني طبعا المؤشرات اللي احنا هنقولها بتاعت التنسيق ديت او الدرجات بتاعت التنسيق دي اللي احنا هنقولها، تمام، هي مش معتمدة من وزارة التربية والتعليم، ولكن احنا بنقول احتمالية هتكون نفس الدرجات ديت او اعلى بحاجة بسيطة او اقل بحاجة بسيطة، ولكن مش الدرجات ديت اللي احنا هنقولها النهائية. ولكن مدارس التمريض العسكري، ولكن وزارة التربية والتعليم هتبدأ تكشف عن المؤشرات الأيام القادمة لجميع المحافظات بالجمهورية. تمام. هنا بيقول لك في القاهرة يكون من 223 درجة، أما في محافظة الإسكندرية والإسماعيلية فإنها تنسيق التمريض العسكري يأخذ بداية من 2018 درجة. محافظة دمياط تأخذ من 203 درجة، محافظة الشرقية 228، بني سويف 205، الأقصر بداية من 198، المنيا بداية من درجة 210. أما عن سوهاج والمنوفية فهي تقبل بداية من 223 درجة. الوادي الجديد ومحافظة السويس ومحافظة كفر الشيخ يكون من الدرجات 220. محافظة الفيوم تقبل الطلاب بداية من 218. السويس بداية من 222 درجة. محافظة القليوبية تقبل تنسيق التمريض العسكري بداية من 215. أما عن المنيا فتكون من 212 درجة. أسوان وقنا بداية قبول من 207. طبعا كل الدرجات اللي احنا قلناها ديت مش معتمدة من وزارة التربية والتعليم، ولكن وزارة التربية والتعليم بتقول لك إن شاء الله الأيام القادمة أو الأيام المقبلة هنقدر نقول لك على التنسيق أو المؤشرات أو الدرجات الحقيقية عشان تقدر تقدم في مدارس التمريض العسكري 2023 و 2024. تمام. اما بالنسبه للدرجات دي زي ما قلنا كده فهي مش معتمده، ولكن ممكن تيجي نفس الدرجات او اعلى او اقل، او اعلى بنسبه بسيطه او اقل بنسبه بسيطه. تمام. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.